قال مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس أن الفريق البرتغالي واجه خصما قويا خلال المباراة التي جمعتهم بالمنتخب المغربي يوم السبت برسم ربع نهائي كأس العالم. وأضاف سانتوس أن فريقه كان يسعى إلى تجاوز عتبة دور الربع والتأهل إلى نصف النهائي، لكن المنتخب المغربي كان ندا قويا لتتوقف بذلك مسيرة زملاء كريستيانو رونالدو. وأشاد مدرب المنتخب البرتغالي بحارس عرين أسود قائلا أن الحارس بونو كان متميزا وصد جميع المحاولات التي قام بها عناصر فريقه لإحراز الهدف وتحقيق الانتصار. كما نوه سانتوس بالدور الكبير الذي قام به خط دفاع الأسود في كبح جماح لاعبي خط هجوم المنتخب البرتغالي وحرمه من التسجيل طوال الدقائق 90 من المباراة. وحقق المنتخب الوطني المغربي مفاجأة مدوية بوصوله للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ المنتخبات الإفريقية والعربية إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة هذه السنة في قطر. وحقق أسود الأطلس فوزا مستحقا بهدف نظيف من تسجيل مهاجم إشبيلية وخريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم يوسف النصيري، وجاء هدف النصيري في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول بعد تمريرة دقيقة من الظهير الأيسر عطية الله ليتحقق حلم الصعود وتستمر مغامرة الأسود في هذا المونديال المالي بالمفاجأة.